السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم وصفه جديده، وصفه توميه سوري رهيبه من بتاعه المطاعم، حاجه كده خيال. شايفين ما شاء الله. يلا كده نصلي ونسلم على رسول وتدخلوا الشغل. الوصفه بتاعتنا على طول. هننزل كده بتلت كوبايه من النشا، كوبايه ميه، نقلبهم كده على البارد زي ما انتم شايفين، ونولع عليهم النار. نبدا نقلب فيهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده، والنار تكون هاديه او متوسطه. هنا كده الخليط بدأ يتكتل معايا زي ما انتم شايفين، بدأ يتقل كده ويبقى شفاف زي ما انتم شايفين. هنبدأ نقلب فيهم زي ما انتم شايفين كده لحد ما نوصل للقوام ده، القوام ويبدأ يودينا اللون الشفاف ده. هنطفي النار ونسيبهم يبردوا كده تماما. شايفين؟ هنا هننقلهم كده في طبق كده ونسيبهم لحد ما يبردوا. خلاط، هنضيف تلت كوباية من الزيت، معلقة توم مهروس، ربع معلقة من الملح، 3 معالق من الخل، وعلبة زبادي، ونضيف نص كوباية من اللبن او المية، ونضيف عليهم الخليط. هنضيف خليط النشا اللي احنا عملناه من قبل وسبناه يبرد، ونبدأ نضربهم في الخلاط زي ما انتم شايفين لحد ما الخليط يبقى كريمي وناعم معانا. الخليط ده ممكن يحتاج مية معاكي تاني، يعني ممكن تحتاجي 3 معالق مية، 4 معالق مية بالشكل ده. شايفين ما شاء الله، خليط كريمي وتحفة، بجد تحفة. التومية السوري دي احنا مش بنستغنى عنها خالص. احنا ممكن نعملها سندوتشات مع البطاطس، مع الشاورما، سندوتشات في عيش مصري برضو مع البطاطس، بس من غير عيش صاج وكده. شايفين ما شاء الله. المهم ناكلها مع فراخ مشوية، هي بجد خطيرة. شايفين ما شاء الله، خطيرة بجد. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنوني في وصفة جديدة. وصفتنا سهلة وبسيطة.